السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من مطبخ رجاله، احلى اكل في مصر. النهارده عندنا الكشري، والكشري كما يجب ان يكون على الطريقه المصريه. الحلقه اللي فاتت انا اتكلمت في ايه اللي يتعمل، لكن تعالوا بقى ايه نشوفها المره دي عملي. اول حاجه انا بعمل حاجتين، انا محتاج زيت كتير لان الزيت ده هحتاجه في الصلصه، هحتاجه في الرز، هحتاجه وكل حاجة هستخدمها ما عدا المكرونة طبعا. وحلة مية تكون مية بتغلي عشان انجز في كل حاجة على السريع. احنا هنعمل كل حاجة كالعادة مسلوقة، ولكن مش هتتسلق على الاخر. فاول حاجة هعملها، انا هحط الطاسة على النار وهجيب بصل متقطع اللي هما بيسموه جوليان، واسيبها تسخن جامد. وهجيب حلة تانية، دي حلة المكرونة، هفضي فيها شوية من المية اللي أنا سايبها تسخن وتغلي. تمام كده. وهجيب حلة صغيرة تانية. هنا أنا عندي الحمص منقوع كذا مرة، وإيه، وغيرت عليه المرة يمكن ليه حوالي بتاع 6 ساعات. هاخده ومش هسلقه، أنا هحط عليه المية اللي بتغلي برضو كده أهو، وهقفل عليه كده بالظبط، وهغطي الحلة كده بحيث ان البخار اللي يطلع منه يبدأ يكمل. طبعا هياخد برضو سلقة، خلوا بالكم. نفس اللي احنا عملناه ده هنعمله في العدس منقوع برضو 6 ساعات، واحط عليه المية اللي بتغلي كده وهغطيه. اخد المية اللي بتغلي اللي على جنب دي بعيد كده شوية، واحط الحلة اللي هنسقط فيها المكرونة. البصل هنزل بيه، في ناس ممكن تحب ان هي ايه تحط البصل ده في شويه نشا كده عشان يديله قرمشه، لكن في الاخر هو هيدي قرمشه. انا اللي لقيته بصل احمر. طبعا الزيت لازم يكون جزير بقى، يعني عشان ايه يدينا الشغل ده. باين كده، انا مش عارف والله، يعني المفروض كان حد هيجي يسجل وبعني، فبحاول ان انا ايه اتعامل يعني. طبعا شفت صعب الموضوع، مش سهل. معاه لغايه ايه ما يبدا يصفر. هنا الميه كمان هنا، طب نشيله من الستاند بقى وايه ونتعامل احسن. الميه هنا دي بتاعه المكرونه، وده البصل بتاعنا، لان كده كده انا هحتاج زيت كتير، فمش عايز يعني اهدر في الزيت. الزيت ده انا هستخدمه برضو في الرز، وهستخدمه في الصلصه. هستنى الميه هنا لما تغلي عشان اسقط فيها المكرونه.
طبعا في الخناقه بتاعت الكشري، هل هو مصري هل هو مش عارف ايه، لكن بالكشري بالطريقه اللي موجوده دلوقتي دي هو مصري، اصل مصري، شعبي مصري كله. لكن كلمه كشري والكلام ده هو كان رز وعدس بجبه بس مش اكتر. وده كان اكله بيستخدموها الجنود الهنود اللي جم مصر. المصريين بقى ايه، زي ما قلنا كده في حلقه زمان لما اتكلمنا عن الكشري، ضافوا بقى ايه كل لمسة من كل بلد عندهم. يعني الحمص اكيد ده من الشام، الصلصة والمكرونة من الطلاينة اللي كانوا موجودين، الدقة دي بتاعتنا بتاعت الفتة، وهكذا يعني. ففي النهاية خالص طلع طبق كشري مصري مصري مصري. المكرونة انا مستني الحلة هنا تغلي، ومستني البصل يتحمر عشان ابدا اطلعه. ميه المكرونه بدات تغلي ايه، هروح اجيب المكرونات بتاعتي. هنا انا حاطط سباكيتي على صوابع على قلوم، واعمل كده وهديها تقليبه واسيبها تاخد غلوه. هقفل عليها الاول طبعا واسيبها تغلي. هنا البصل لسه شغال، والعدس لسه في الميه السخنه، وهنا الحمص بتاعنا لسه في الميه السخنه اللي كانت بتغلي اللي حطينا فيها. طبعا لما بنتكلم عن اشهر الناس بتوع الكشري هنلاقي مثلا معروف ابو طارق في القاهره. في بني سويف عندنا في البكري، والبكري هو اصل او اول واحد كان عمل كشري، وكان المكان اللي هو برضه لسه في احمر في الشارع الرياضي. وبدأ يطلع عندنا بقى ايه اسماء كتيره جدا، لكن كان في جوهره مش عارف موجود دلوقتي في احمد عرابي هو احلى. في عندنا المنشاوي برضه داخل في المنافسه. في حد كمان في شارع عند مدرسه زخرفيه كده، ده حد من الاخر يعني حاجه مميزه. ولكن الكشري رغم ان يمكن الكلام لما تيجي تقول فيه الصنعه مش فارقه كتير والمكونات مش كتير، لكن تعرفش كل واحد بيحط نكهه كده تعمل الكشري المصري حاجه تانية اهو. هنرجع تاني للمكرونه. بصوا خدت الغلوه اهي وبدأ ايه تغلي. مش هكتر بقى ولا هطول، لا انا هديها تقريبا بس عشان ايه التعجينه والكلام ده. واول ما تبدا نلاقيها ادت ريم ابيض كده نتيجه للنشا اللي موجوده فيها، اجي رافعها واسيبها في الميه السخنه تكمل تسويه. البصل لسه اهو بدات الريحه تطلع شويه، لكن احنا هنستنى لغايه ما يصفر، مش هيحمر يعني، مش هنخليه ايه اللي هو ايه تحميره بسيطه كده، لكن اللي احنا بنخليه بقى يكمل حرقانه اللي هو او يتحروق اللي هو اللي بيبقى البصل اللي بيتحط على الصلصه. كنا عملنا قبل كده احنا الوصفه بتاعت الصلصه دي بس عملناها للمكرونه بس، لكن المره دي احنا بنعملها في الكشري. المكرونه خدت الغلو هوريها لكم. المفروض ان احنا ما تعملوش الخطوه دي بس ايه عشان تشوفوا. بصوا اول ما الاقي الرغاوي دي كده اخليها بس تطلع الرغاوي تاني واطفي عليها، هي كده زي الفل. البخار بتاعها هيبدا يسويها ويكمل تسويه. دلوقتي بقى حله الرز، هناخد زيت من اللي هو كده البصل قرب تقريبا، هاخد منه شويه زيت. انا طبعا عشان بصور فهعمل وارجع لكم. نراعي ان حله الرز بتاعت الكشري تبقى حله كبيره،
وفيها مسافة من فوق عشان يحصل نوع من انواع التهوية يعني. دي كده الشعرية طبعا اختياري وتتحمص. الرز منقوع واتغيرت المية كذا مرة عليه لغاية ما بقى مش منش. بصوا بقى البصل بدأ يدي ايه اللون هنا اهو اللي احنا عاوزينه ده. مش عايز اكتر من كده. بصوا اللون بالظبط اهو، هو ده اللون اللي احنا عاوزينه. اكتر من كده هيبقى محروق وشايط ومش هيبقى كويس. هنا ده بدأ خلاص. نجيب الرز مش هحط الكمية كلها، هحط نص الكمية بتاعته. وابدأ ايه، بصوا الحلة كبيرة عليه ازاي. ليه؟ عشان اخد فرصة ان هو يفلفل ويبقى فيه تهوية، عكس الحلة اللي احنا بنعملها الرز الصغيرة العادية مش هتديني المساحة دي، لان الرز يفلفل وكل حتة تبان لوحدها. نقلب، اروح اطلع بقى ايه البصل. بصوا يا جماعه، واو يعني. ده الرز بصوا بدأ ايه يفلفل. طبعا هفضل اقلب ما ازهقش من التقليب عشان يطلع معايا مفلفل. واول ما تطلع معايا نتيجه زي كده بصوا هوريكم. همسك الحله واعملها كده. بصوا في هنا ايه حاجه زي كلكعه هنا كده، يبقى ده لسه. افضل اعمل كده لغايه ما يهزوا كده، يبقى عامل كل حبايه بتجري لوحدها، ما يبقاش كله، ما يبقاش فيه كلاكيع، مفيش مجموعه يعني متجمعه مع بعض كده. يبقى هو ايه خدت تفلفله زي ما بيقولوا. اهو بصوا بقى كله لوحده. هاجي جايب بقيه الايه الرز واحطه عليه، وبعدين انزل بالميه السخنه. ادي الرز اهو وشكله اهو، وانزل ببقيه الرز. ادي تقريبا اخلص كل ده في بعضه كده. بصوا الحله يعني الحله كبيره. هروح اوريكم المكرونه. بصوا المكرونه بقت عامله ازاي بشوكه كده. بصوا منفوشه ازاي. هنا بقى ايه هبدا اقلبها واصفيها من النشا واسيبها تبرد، واروح احط الميه السخنه هناك على الرز وارجع. بعد ما غسلتها بالميه بصوا كهرمان، ولا معجنه ولا اي حاجه، ناقص فيها تركز سوا صغنونه خالص. دي هتستوي بقى ايه لما نحط الكشري نفسه ونيجي كبينا عليه الصلصه. تعالوا بقى ايه نروح للصلصه. الصلصه شويه زيت من الحلوين اللي احنا كنا عاملين فيهم البصل، واجي نزل عليهم ببصل مبشور. زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وهبدأ اقلب، والبصل شغال معلقة سكر كبيرة. انا عايزه يعني، انا ممكن اعمل دي في حلة ودي في حلة، بس انا هحط الاتنين على بعض. هحط بقى ايه الملح والكمون، بس مش دلوقتي.
هنا بقى ايه، هنروح للدقه. البصل لسه ايه محروقش، يمكن كان زيت كتير شويه، لكن هنا الدقه. بصوا انا التوم، في ناس بتفرم التوم. التوم ما يتفرمش، التوم يبقى معمول خشن كده، باين ولا لا مش عارف. اهو نجيب شويه منه كده، بصوا خشن مش ناعم. نزلت بالثوم، اقلب اشم الريحه بس. ودي طبعا ايه، معلقه الكزبره الناشفه. نزود شويه سنه بسيطه واقلب. انا مش هستناه لما يحمر، احنا بس هنوصل لايه. هنا البصل قرب يخلص، باين. خد لون، شايفين اللون ده؟ كمان اقرص عليه كمان مفيش مشكله. هنا اهو ده الثوم. بصوا بقى اللون الغامق ده هو ده اللي انا عايزه. زي ما احنا كده الصلصه هننزل بالصلصه. طبعا هي عصير طماطم وعليه سن الصلصه. هنا الثوم اهو خلاص بيقرب. 3 معالق خل كبيره، وادي انزل بيه واسيبها تجري وتاخد تدي مع بعض. وهناك برضو الصلصه نفس القصه، وارجع لكم. دي بقى من اهم التريكات. بعد الرز كان فاضل لي سنه على السوا وخليته كمل مع التسويه بتاعته بالبخار بتاعه، يتفرد كده ويتفرش عشان ما يعجنش ويبقى مفلفل جوه طبق الكشري، وتبقى كل حبايه بحبايه لوحدها. ممكن نعمل كده بقى، بصوا هنا الصلصه بتسخن، وهنا غلوه الدقه. الفتره بقى اللي شوفوا اللي بيسخن فيها التسبيكه دي والصلصه والكلام ده كله، فاكرين بقى ايه؟ العدس والحمص غلوه. هو مع الميه السخنه اضطر وزي الفل وتمام، هياخد بس غلوه. سواء الحمص او ده العدس صح، او الحمص. اخر حاجه بقى قبل ما نغرف، المكرونه تتغسل بميه دافيه او سخنه اللي يريحكم، بس كده ايه عشان ما تلاقوهاش متبقاش معجنه وتبقى مفرطه. العدس هنفرطه وهنسخنه ونفس الوقت هنقصه. ده طبق الكشري اخر حلاوه. مساء الفل عليكم. ودي كانت حلقتنا النهارده من مطبخ رجاله. شوفوا بقى ايه، لو كملتوا لغايه دلوقتي بقى كتر الف خيركم. وشوفنا اما اروح اكل كشري. سلام عليكم.